السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى مع بعض كان عندنا اكل بايت، كان عندنا شوية رز بايتين من المحشي وكده، فقلنا بقى طبعا هنعمل بيهم اكلة مع بعض حلوة. طبعا مش هنرميه، احنا لازم نوفر وندبر، وخاصة في الغدا اللي احنا بقينا فيه ده. كان باقي شوية رز كده معايا، فحطيتهم طبعا في كيس كده وحطيتهم في الفريزر، وقلت بقى لما اختار لهم اكل. كنت عاوزة اعملهم مع جمبري، بس قلت لا، الجمبري هعمله معاكم في يوم تاني ان شاء الله. فبدأت بقى اللي انا طلعت كيس الرز ده عشان يفك من الفريزر، وجبت بقى بطاطستين كده كبار. بصوا الكيس اهو طلعته من الفريزر. هو طبعا شوية رز عليهم الصلصة بتاعة المحشي، وعلى شوية خضرة، كزبرة وشبت وبقدونس. وهنا جبت بطاطستين كده قطعتهم مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت حلة على النار فيها شوية زيت، وهبدأ انزل بالرز كده اشوحه كده تشويحة حلوة كده. كانت ريحته ما شاء الله جميلة، وطبعا عليه كل البهارات وكل التوابل، وعليه الملح والكزبرة والكمون وكل حاجة ما شاء الله، وعليه برضو كمية صلصة كتيرة والمحشي وكده. بدأت انزل بقى بالبطاطسية برضو اشوحها معاه كده. طبعا في ناس بتسويه كده وتعمله من غير بطاطس، انا قلت بقى لما اعمل فيها افتكاسة، فحطيت فيه البطاطس كده. بدأت انزل بقى بالمية، يدوب المية على قد الرز عشان ما يعجنش معايا. واول لما ينشف كده هدي عليه النار خالص. طبعا بقى انت ممكن تاكليه كده من غير اي حاجة معاه، او ممكن مثلا تحمري معاه بطاطس، ما شاء الله بيكون جميل برضو حلو. وهو برضو كده مغذي ومفيد ومع بطاطس وحلو طبعا بدل ما نرميهم بقى، فقلنا نستفاد بيهم بحاجة جديدة لازم توفري كده وتدبري. بصوا ما شاء الله هنا كان خلاص نشوف، وبدأت بقى اهدي على النار. بصوا ما شاء الله مفلفل وجميل ازاي، وهو يعتبر بواقي اكل من امبارح، وعملنا بيه اكل جديدة ما شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم.